مفيش حاجه اسمها انا عايز اسافر اعمل فلوس. اقسم بالله عمرك ما تعمل فلوس، مفيش حاجه اسمها كده. هو انت لازم تبقى عارف انت مسافر ليه. كان عندي عميل وهو اللي نصحني النصيحه دي، انا مش فاكر اسمه يعني، الكلام ده من عمر يعني، والله يبارك له على نصيحته. قال لي كل الغربه قبل ما تاكلك. قلت له يعني ايه؟ مش فاهم الكلمه دي. هو كان خريج هندسه انا متذكر، وكان بيشتغل في دوله. قال لي فجاله عرض سفر، فقال لي مسكت ورقه وقلم كده، انا عايز اسافر ليه؟ قال لي كتبت شقه، مش عارف عربيه، اتجوز. بيقول لي قعدت اكتب بناء عن العقد اللي جاي لي، فلقيت نفسي هسافر حوالي 4 سنين 5 سنين اقصى حاجه. بيقول لي سافرت. بيقول لي بعد 3 سنين 3 سنين ونص قدرت اوصل للي انا عايزه. بيقول لي قدمت سالت ومشيت. انا مش عايز اكتر من كده، هو ده اللي انا متارجته عشان ارجع اكمل في البلد. وهكذا. انا مش بقول لك لازم تنزل ولازم تنزل في الميعاد اللي انت قلته، بس ما تسافرش في المطلق. مفيش حاجه اسمها انا مسافر اعمل فلوس، لا، انت مسافر ليه؟ مسافر وطن جديد، مسافر تاخد خبرات، مسافر تعمل شقه، مسافر تعمل فلوس عشان تعمل بيزنس، مسافر عشان تعمل بيزنس بره مصر، مسافر عشان عايز ادرس، مسافر عشان عايز اعمل حياه. لازم تبقى عارف مسافر ليه. ولكن فاشل بلاده فاشل بلاد الناس. لو انت ما نجحتش في بلدك اصلا ومش عارف انت بتشتغل ايه وعايز ايه ومسافر ليه، اقسم لك بالله لو لفيت ال 200 دوله اللي على الكره الارضيه هترجع بيتكو وبلدكو فاشل. ليه؟ عشان انت بتلف وخلاص، بتلف في المطلق. الفكره ان انا عايز اسافر، لا، الفكره انت عايز تسافر ليه. لو عرفت عايز تسافر ليه، ساعتها صدقني اول ما هتجيلك فرصه السفر انت ان شاء الله على باب النجاح.